السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم على شجرة السدر او شجرة النبق اللي معروفة هنا في مصر وفوائدها واصلها في السنة. دي برضو انا زرعاها عندي في البلكونة. كنت نزلت قبل كده حلقة بتتكلم عن الريحان، والمرة دي هتكلم على شجرة السدر، وهقول لكم ان انا استفدت جدا جدا لما زرعتها عندي في البيت. ابسط حاجة انا فعلا حاسس بيها ان انا مبقاش عندي ولا نملة في الشقة نهائي، لان لدرجه ان انا فعلا استغربت سبحان الله، يعني عدى عليا الصيف كله من غير ولا نمله في شقتي. شجره السدر هي شجره النبق اللي موجوده عندنا في مصر هنا، وطبعا ليها اصل ديني كبير جدا في ديننا الاسلامي، ولازم نعرف كويس الموضوع ده. ذكر السدر في القران 4 مرات، مره في سوره الواقعه، مرتين في سوره النجم، مره في سوره سبأ. وذكرت في عدة أحاديث صحيحة. شجرة السدر موطنها الرئيسي هو جزيرة العرب وبلاد الشام، لكن بتنتشر في المناطق الاستوائية وأماكن كتيرة جدا في العالم. أفضل أنواع السدر اللي ورقه عريض ومفيهوش شوك، طبعا ده سدر الجنة. طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. كان المقصود بها سدر الحرام. أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم باستخدام السدر للتداوي والعلاج من السحر والعين، وان احنا ازاي بنجيب 7 ورقات ونمسكهم نطحنهم ونقرأ عليهم آيات من القرآن والمعوذتين والإخلاص والفاتحة 7 مرات، والمسحور أو المعيون بيشربهم على 3 أيام ويغتسل بالباقي. أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت بماء به سدر، لأن ده فيه طهارة للميت. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى سدرة المنتهى في الجنة ليلة أسري به، وهذا يدل على أن الشجرة لها مكانة عظيمة جدا في الجنة. لشجرة السدر أو شجرة النبق فوائد طبية عديدة جدا، ليها علاج للشعر والديدان المعوية وأمراض كتيرة جدا، وطبعا علاج السحر وعلاج الحسد، كل ده من شجرة النبق أو شجرة السدر. بيستخدم مطحون الأوراق لعلاج الشعر والبشرة، وبيتباع بشكل تجاري في أماكن كتيرة جدا، ولو بحثتوا على الإنترنت هتلاقوا أماكن كتيرة جدا بتبيع ورق السدر المجفف. تحتوي الأوراق على العديد من المعادن والعناصر الغذائية مثل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم ومضادات الالتهاب. يعمل مغلي أوراق السدر على قتل الديدان المعوية وتنقية الدم من السموم، وبيمنع الإصابة بالإسهال والبلغم، ويعالج فطريات الرأس، ويعالج عدة أمراض جلدية مثل الإكزيما والإحمرار والحبوب. وطبعا ما ننساش ان السدر هو احد اهم النباتات اللي بينتج منها افضل انواع العسل في العالم، معروف عسل السدر من اجود انواع العسل الحالية. شجرة السدر بتنتج مرتين في السنة، مرة في شهر نوفمبر ومرة في شهر مايو. النبق الجميل اللي احنا بنحب نشتريه وناكله ده طبعا برضه هو ليه فوائد كتيرة جدا. يساعد ورق السدر ايضا في التخلص من بعض الامراض السرطانية مثل سرطان الثدي، لان هو بيثبط الخلايا السرطانية ويمنع نموها وانتشارها. يساعد الأوراق أيضا في خفض ضغط الدم بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة. وده نوع من أنواع الصبارات اللي عندي، هنزله بإذن الله في فيديو قريب. أتمنى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في قناتي وإعجاب وشير، وما تحرمونيش من تعليقاتكم الجميلة. ازرعوا يا جماعة، ازرعوا كل حاجة، الزراعة سهلة جدا وبتدي حياة وروح للمكان. أتمنى تتابعوني وتشتركوا في قناتي، وشكرا لحضراتكم جميعا.
ويا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم وفيه فايدة ليكم.